فلسفة ولا أي تعقيد. هنعمل اليوم معمول كتير زاكي وبدوب بالتم بأسهل طريقة وب4 مكونات بس. هنبدأ مباشرة بمقادير وصفتنا لليوم. بسم الله. رح أحط 4 معالق سكر بودرة مطحون، 3 حبات جبنة كيري بدرجة حرارة الغرفة، رح أحط عليهم 3/4 الكاسة سمنة، وعندي هون ينسون ومحلب ورشة فانيلا بسيطة بسيطة كتير يعني. فيكم تستبدلوها ببهارات الكعك عادي. حنخلطهم بإيدنا بهالطريقة لحتى يصير كريمي. وهلأ بعد ما خلطناهم كتير منيح صار قوامه هيك كريمي، حنحط عليه كاسة طحين بس. حنعجنه بإيدنا بهالطريقة. أنا عملت كمية كتير بسيطة للناس اللي أول مرة بتعمل عشان تكون ناجحة معكم، للصبايا الجداد بالمطبخ، عيلة صغيرة، وإذا كنتوا عيلة كبيرة فيكم تضاعفوا الكمية. طبعا ما تخافوا من الجبنة، شفتوا جبنة الكيري بالموضوع، ما تخافوا، ما حيبين طعمها أبدا بالعجينة، يعني هي ما حيطلع طعمها، بس هي حتعطي العجينة هيك هشاشة بس مش أكتر. خلص هلأ بعد ما عجنتها كتير منيح، شوفوا العجينة كيف بتكون، قوامها كتير حلو وطري. هلأ رح أبدأ إيش عندي هون أحضر عجوة التمر، خلطتها بشوي سمنة يعني يدوب معلقتين ورشة بسيطة قرفة. وهلأ رح أكورها وأبدأ أحشي فيها العجينة. هلأ رح أعمل العجوة هذه كرات هيك دائرية. طبعا فيكم تعملوا المعمول بالطريقة والشكل اللي انتو بتحبوه، بس حنعملها كرات هيك صغيرة ونرصها مع بعض هيك جنب بعض بالصينية. وهلأ بعد ما شكلتهم كرات بهالطريقة رح اخد شوية من العجينة هيك بهالطريقة واحط فيها العجوة بهالشكل، اعملها هيك واشكلها بهالطريقة. تشكيل الطريقة اللي انتو بتحبوها، ممكن في قوالب المعمول بالشوكة بيزبط على فكرة. شوفوا بس هيك. هعمل معكم كمان واحدة هيك، بس نقفلها نعملها دائرية بهالطريقة. حطها بصينية الفرن. شوفوا هيك كمان واحدة. وهذا بيكون شكلهم قبل لا ندخلهم الفرن. المقادير اللي انا عملتها ممكن تعملكم تقريبا 20 حبة، معمول ميني كتير صغير بهالطريقة، كتير شكله حلو. هلأ رح نحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 أقل من 10 دقايق من تحت، وحنطلعهم على التحمير من فوق. ما حنطول فيهم بالفرن عشان ما يتشقق بس. وهلأ على الفرن. وهاد شكلهم النهائي بعد ما طلعتهم بالفرن. شوفوا ما احلى شكلهم وريحتهم كتير حلوة. هلا رح اتركهم يبردوا تماما ورح بعدين ارش عليهم سكر بودرة. وهلا رح ابدا مباشرة بالبيتي فور. لا رح نبدا مباشرة بالبيتي فور. عندي هون كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يعادل تقريبا 200 جرام زبدة. رح احطهم بمضرب الشبك واحط عليهم نص كاسة كمان سكر بودرة، واخفقهم مع بعض لحد ما يصير لونهم فاتح او كريمي. وبعدين رح احط عليهم البيضتين والفانيلا، وبعدين كاستين طحين. بسم الله.
هلا رح ابدل مضرب الشبك واحط العجانة، وهلا ابلش احط الطحين. بسم الله. وهلا بعد ما عجنتها كتير منيح حيكون قوامها يعني بهالشكل هيك، تمام. هي ما بتلزق بالايد وبنفس الوقت هي مو مثل العجينة يعني. هلا انا رح اقسم الخليط هاد نصين. رح اخذ نص احطه بالكيس هون، بكيس التزيين تبع الكريمة عادي، والنص الثاني رح احط عليه كاكاو عشان يكون عندي نكهتين بالشكل. وهلا حطيت نص على فانيلا اللي هو هون بهذا الكيس. هلا رح احط على النص الثاني تقريبا يعني معلقة ونص او اقل، يعني معلقة كبيرة كاكاو خام. وهلا رح ارجع اخلط، رح ارجع اعجنهم شوية بس حتى يصيروا مع الكاكاو. هلا بعد ما خلطنا النص الثاني بالكاكاو كمان رح احطه بالكيس الثاني. هعبي هلا رح ابدا اشكلهم بهالطريقه. شكلوهم بالطريقة اللي بتحبوها عادي حسب القوالب اللي عندكم. مهم العجينة هتطلع معكم كتير طيبة وهشة. هلأ رح اعمل الكاكاو بشكل تاني. يعني بدها شوية هيك، شوية دقة هيك شوي بيمشي الحال. وهلأ بعد ما شكلتهم بهالطريقة رح ادخلهم على فرن طبعا مسبق التشغيل على درجة حرارة 200 يا دوب 6 دقايق وبس. وهذا شكلهم النهائي بعد ما طلعتهم من الفرن. التزيين او النكهات على ذوقكم مثل ما بتحبوا. انا رح احط على الابيض شوي مربى كرز ممكن بهالطريقة، بس شي بسيط. وهلأ رح ازين الكاكاو بالنوتيلا هيك بس. وهلأ بعد ما غطيته كلها بالنوتيلا وبهذا المربى رش عليهم رشة بسيطة فستق حلبي.
وهاد كمان. فيكم تحطوا جوز هند، لوز مبروش، يعني اي شي انتو بتحبوا تفضلوا توفر عندكم. وهلأ هنروح على صحن التقديم علشان نحط المعمول والبيتي فور بصحن التقديم. وهلأ رح نحط أول شي الكعك. شوفوا برد، صار كتير شكله حلو. نحط كمان بيتي فور. وهلأ بعد ما حطيتهم في صحن التقديم حابة أرش عليهم هيك شوي ورد. الورد طبعا تبع الحلا، مو الورد العادي، هيك رشة بسيطة. وخليني أفتح معكم واحدة. شوفوا ما أحلى، هش كتير وريحته كتير حلوة. وكمان البيتي فور، شوفوا العجينة كتير طرية. هذه كانت وصفتنا لليوم. كل عام وانتم بخير وفطر سعيد عليكم جميعا. نشوفكم بإذن الله بوصفات جديدة ومن هلأ لوقتها. باي باي.